السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عداني دش. وصفتنا اليوم هي الزربيان العدني بكل التفاصيل. الخطوة الأولى: البصل المطحون مع التومة. نقطع بصل إلى مكعبات، نقشر تومة طبعا على حسب كمية اللحم، نطرحه بالخلاط مع إضافة كمية قليلة من المياه. نخلطه لما يكون يعني مش كتير مخلوط ولا مي، يكون قوامه كده. تاني خطوة معاها حوايج، الهيل والقرنفل والقرفة والكمون أكيد، ورق الغار والزعفران والفلفل كمان. بقية الحوايج بتلاقوني بالديسكريبشن تحت الوصفة. طبعا نطحنهم لما يكون قوامهم كده. ثالث خطوة معنا البصل الشرايح المقلي. نتأكد أولا إنه السليط مناسب لقلاية البصل. نطرح بصلة لما تستوي تمام نخرجه ونضيف البصل اللي معنا. ننتبه إنه السليط يفوش أو يكتر مع البصل، يعني على قليل نسكب البصل كمية بسيطة. نقلبه من الحين لآخر عشان يحمر من كل الجوانب. لما يكون لونه كده طبعا نضيف له قليل رشة ملح علشان يكون قليل مقرمش. طبعا دي الخطوة إضافية تحبوني ولا لا. نخرجه ونباعد بينه عشان ينشف ويبرد كمان. طبعا دي الخطوة تقدروا تعملونها قبل بليلة من صباح الزربيان أو اليوم اللي بتعملوا فيه الزربيان. الآن خلط المكونات كلها مع بعض. نضيف اللحم أول بالدست، بعدين عليها البطاط. طبعا اللحم من تحت والبطاط نخليه من فوق لأنه اللحم يخمد يعني أسرع من أو البطاطا أسرع من اللحم. طيب معنا الخلطة الآن: قطيب، زنجبيل. الزنجبيل كل ما يكتر يكون يعني حار أو يلهب أكتر. ليمون، حامض الليمون، حوايج اللي طحناها من الخطوة الثانية، ملح، صباغ يعني احنا عملنا مي مع صباغ الرز الأحمر. نخلطهم كلهم مع بعض تمام، نخليهم يمتزجوا بالمكونات تماما. طبعا دي الخلطة الأساسية للزربيان. دحين نضيف البصل مع التومة اللي طحناهم بالخطوة الأولى ونخلط مع بعض. نجيب الخلطة ونطرحها فوق اللحم والبطاط اللي سويناهم أول. دحين نخلط تمام ونملس اللحم مع البطاط بشكل تمام، يعني ندخل كل المكونات. نطرح قليل سليط البصل فوق اللحم والبطاط. نرش البصل المحرق. ده البصل المحرق اللي يخلي البطاط يطلع مسمر بالزربيان. الآن نبخر الزربيان قبل ما يطلع فوق النار. نطرح شريحات بصل عليها فحم وفوق سليط. لما تخرجوا نتأكدوا انها تكون باردة. الآن نطلعه فوق النار لمدة ساعة تقريبا. الآن نفتحه نتأكد ان النخس كله راح.
طبعا يكون كده شكله النهائي. الرز بعد ما نفوره نرش عليه الصليط عشان يتفاكك، وعليه الصباغ الأحمر حق الرز. نعمله هذه الطريقة عشان يدخل من كل النواحي ويتوزع تماما. الآن نبخر الرز كمان. أول نطرح على البصل المحرق، هذا البصل أو قشرة بصل مع الفحم عشان التبخير. طبعا هذا التصوير كان بالدست حق الرز مش بالصحن، يعني نبخر الرز كله. الآن بعد ما نخرج اللحم والبطاط من الدست حق الزربيان، نخلي الماء قليل ينشف. نبدأ بالغراف، أولا اللحم بالوسط بهذه الطريقة، بعدين عليه البطاط على جنب، وبالأخير الصوص اللي هو حوايج الزربيان الأساس. وبألف صحة وهنا.